السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كتعاودوا بخير؟ الحمد لله. نتمنى نلقاكم فيديو ديالي بصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هاد الوصفه راني نصوبها لراسي، تشهيتها بصراحه وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. كاين اللي كيعرفها، كاين اللي ما تعرفهاش. المهم نشاركها مع خواتاتي وخوتي، وعلاش لا. كاين الدراري اللي كيعجبهم يطبخوا. عندنا هاد بطاطا صغيره تنقطعوها بقشورها بحال هكا. تنجيبو غير البطاطا الصغيورين، غير هاد الصغارين، كتغسلوها مزيان وتقسموها على 2 على 4 ليش ما بغيتو. تيعجبني نقسمها هكا على 4 تجي بنينه. تدخلها المكونات اللي غندير فيها، تقدروا ديروا حتى الحمراء هكا صغيره ماشي مشكل، كلها زوينه. هذه البطاطا قلت لكم هذا القياس هكا صغيور، غير هكا صغيره. خليتهم صحاح بالعاني باش نوريهم لكم. الكبيره ما تجيش زوينه، كطيب بصح ما تجيش زوينه، والصغيره زوينه ما فيهاش نشويات بزاف. المهم معنا هنا بطاطا كديروا القياس اللي بغيتوه على حسب العائله ديالكم، صغيره ولا كبيره. عندنا هنا البطاطا قطعتها. زيت العود، زيت الزيتون، السودانيه اللي كيبغيها هي كتزين بصراحه، كتزيد هذا الزعتر، مليحه وصافي. واللاطه ديالنا اللي غادي ندخلوه الفران، وفي نفس المول اللي غادي ندخلو للفران هو نيت اللي غنخلط فيه كلشي، ما كايناش بقى نجهد في كلشي. غادي ناخذوا ديك قطع البطاطا اللي قطعناها كما قلت لكم بقشورها، كتكل بقشورها. بالاول ناخذوا الزعتر كما كتعرفوا، غير هكا نحكوه. كيتقوى الزعتر راه يجي زوين. انا عندي الزعتر جديد وهذا ما بغيتش ندير بزاف. هنا الفلفله السودانيه، المهم ديروا غير قياسكم، حنا كتعجبنا كلشي كياكلها ماشي مشكل. عندنا الملحه، ديروا غير قياسكم، من الاحسن ما تجيش مالحه. وزويته بلديه، يعني بالنسبه لهذا القياس هذه ديال كيلو ديال البطاطا غادي ديروا غير 1-2 معالق بركه ديال الزيت. صافي غادي نخلطوها هنايا نيت في هذا، ونستفوها وندخلوها فيه نيت الفران. بعد ما استفناها في اللاطه كما كتشوفوا، تقدروا ديروا التحميره اللي كيبغي. انا كتعجبني طبيعيه بلا تحميره، ما عنديش بزاف مع التحميره، كنحاول نتجنبها. غادي ندخلوها الفران، وملي توجد ان شاء الله غادي نوجد لكم نديروها الفوق في الفران بعد ما راه سخون مزيان، ومن بعد نهبطوها لتحت تحمر. وديك الساعه نقلبوها، الا كان خاصنا نقلبوها بجوج جوايع نعاودو نقلبوها. لقيناها طايبه مزيان. ودابا ها هو الطبق النهائي ديالي. تفضلوا معايا، مرحبا بكم. ها نتوما تجي غزاله محمره مقرمشه، شوفوا كي تجي من الداخل وبنينه، ما نقولكمش شحال بنينه. وكنتمنى تجربوها وتعطيوني رايكم في كومونتير، وما تنساونيش لايك، واللي عجبو الفيديو يدير لي مشاركه. وتفضلوا معايا بصحه والراحه، وان شاء الله مره اخرى في الفيديو القادم ان شاء الله في اكله احسن واحسن.